لو عايز فعلا ربنا يحبك اتصف بصفة من صفاته. ازاي الكلام ده؟ هنعرف دلوقتي. ابن القيم بيقول: من وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه وأدخلته على ربه. مش بس كده، وأدنته منه، أي قربته منه، وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له، فإنه سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حيي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب أهل الوتر. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني أنت لما تتصف بصفة من صفات ربنا، ربنا ساعتها هيحبك وهيقربك منه. يعني إيه أتصف بصفة من صفات ربنا؟ يعني مثلا أنت قعدت تتعلم في كتاب معين أو في حاجة معينة، وليكن مثلا في العلم الشرعي أو في الفقه أو في التفسير، أو قعدت تقرأ في كتاب وقعدت تتعلم. مين الموصوف بالعلم أو بالعليم؟ ربنا سبحانه وتعالى. إذا ربنا هو عليم بكل شيء، فأنت لما تتعلم أنت كده بتاخد من صفة ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يحبك ويقربك منه، لان ربنا عليم يحب العلماء. فانت لما تتعلم وتقرا حاجه، لا انت ربنا بيحبك، فحط النقطه دي في دماغك. وليكن مثلا جالك واحد صاحبك البيت، انت روقت عليه بقى، طلعت له مثلا من الثلاجه وبتاع، ونزلت جبت بيبسي من تحت وشيبسي وقعدت ظبطت الدنيا وبتاع، فانت كده بقيت ايه؟ بقيت كريم، فربنا يحبك. لان مين الموصوف بصفه الكرم؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا مثلا يفرح انك كريم، لا فربنا يقول لك لا ده انا اكرم منك، فربنا يكرمك اكتر ويحبك كمان. انت مثلا صليت ركعه الوتر قبل ما تنام، ربنا وتر، يعني ربنا اله واحد، فبيحب ركعه الوتر دي منك، فربنا يحبك. ان الله وتر يحب ايه؟ اهل الوتر. انت مثلا لبست لبس حلو كده وحطيت برفيوم ولبست كوتشي جديد، او مثلا الكوتشي بتاعك نظفته وبتاع، اهتميت بشعرك، اهتميت بشكلك بمنظرك، بس كان في دماغك ان انا بعمل كده عشان خاطر ربنا جميل يحب الجمال، فربنا هيحبك. اذا الخلاصه من الفيديو ده هو ان انت تتصف ببعض من صفات ربنا سبحانه وتعالى وتخليها جزء من يومك وجزء من حياتك عشان خاطر ربنا يحبك. احنا مش بنقول ان انت هتتصف بالصفه وتخليها هي اهم صفه في حياتك، وان انت تبقى معروف بالصفه ديت، وان انت تحاول انك توصل للكمال في الصفه دي. حرام عليك، ربنا سبحانه وتعالى هو الموصوف بالكمال في اي صفه. احنا بس عايزين نكون عندنا جزء من الصفه دي عشان خاطر نقرب من ربنا وربنا يحبنا. فخلي ده الواجب بتاعك بتاع الفيديو، هو انك تتصف ببعض من صفات ربنا سبحانه وتعالى. وبس كده، اشوفك في فيديو جديد. سلام.